سڵاتان لە بێخوێنکارانی پۆلی هەشت بە هیوای سەلامەتی و تەندروستێکی باش بۆ هەمووتان. کۆتا دەرس ئەخوێنی لە وەحدەی شەشەم السینەما في ئەفرین. السینەما في ئەفرین. سینەما واتە شانۆ لە ئەفرین. ئەفرین شارێکی کوردیە لە سووریا. السينما الأولى والأخيرة في عفرين أقيمت في خان الذي يقع شرق باحة البازار القديم. واتا يكم سينما وكوتا سينما يكم شانو وكوتا شانو لعفرين لأو غورب لخانكا بنياندرا أو خانك أكويتا روجهالاتي غورباني بازارا كونكوا. لم يكن بناؤه يصلح للسينما واتا أمشينا بو شانو بنجاو نبو ولكن أعد لذلك بلام خوان بو شانو ترخانيان كتبو. باحة الخاني صفت فيها الكراسي واتا غوربانكا تشي داندرابو كرسي تيا داندرابو وعلى جدار الضيق نصبت شاشة البيضاء واتە لە دیوارە تەسکوتەنگەکانیا چی هەڵواسرابوو شاشێکی سپی و کۆی لە وێنەکەیە ئاماژی بۆکرا ئەم شاشە سپیە. وفي جدار المقابل نصبت الآلات الأرضي كانما سينما بدائية بسيطة واتە لە دیواریشی بەرامبەری ئالەتی ئیشپێکردنەکە دانرابوو کە وەکو شانۆیەکی سەرەتایی. قبل تلك السينما كانت تأتي إلى العفرين سيارة فيها سينما متنقلة واتبش أم شانويا چي أهات شانوي قراك بسيارة أيانقواسنوا أو شانوي أهات بو عفرين وكانت تعرض أفلاما إرشاديا صحية أو زراعية واتا أو فليماني إشبيكركا رنماي تندرستي كشتقالي تيابو. وحين جاءت إلى العفرين للمرة الأولى كانت عجبة العجائبي واتك أم ستاري قروكا أم شانويا أم شانويا كي كم جار هاتو بو عفرين بم سارة قروكانا أضيك يقبل تشتسر صرهنا كانت السيارة تقف مقابل جدار المنزل وتبدأ الآلات الأرضي واتا أم سارة برامبر ديواري مالك أوستاو تشي أكر آلتي إشبكرنكي إشبئك فترسم على جداري صورة لأناس حقيقيين واتا لديواركي برامبر ياتشي داركو ويني خلقي راستي يتحركون ويتكلمون ويغنون مثلنا تماما واتا أو خلقانا أجولانا وخسان أكردو قرانيا أو دوكو إيما. وكانت أحيانا نمد أيدينا خفية إلى الجدار لعلنا نلمس أحدهم أو نمسك بثيابه واتا أمان تشيان كردوا چون دسيانا ولا ديواركا بدزيو وستيان يعني هادز لو خلقانا بن ياخو دسيان بر جلكانيان كي استش أم موضوع بباشي بخوانوا وتمارين كاني حلكان. السينما في عفرين. السينما الأولى والأخيرة في عفرين أقيمت في خان الذي يقع شرق باحة البازار القديم. لم يكن البناء يصلح للسينما ولكن أعد لذلك. باحة الخان صفت فيها الكراسي وعلى الجدار الضيق نصبت شاشة بيضاء وفي الجدار المقابل نصبت آلات العرض. كانت سينما بدائية بسيطة. قبل تلك السينما كانت تأتي إلى عفرين سيارة فيها سينما متنقلة وكانت تعرض أفلاما إرشادية صحية أو زراعية. وحين جاءت إلى عفرين للمرة الأولى كانت عجبة العجائب. كانت السيارة تقف مقابل جدار منزل وتبدأ آلات العرض فترتسم على الجدار صور لأناس حقيقيين يتحركون ويتكلمون ويغنون مثلنا تماما. وكنا أحيانا نمد أيدينا خفية إلى
الجدار لعلنا نلمس أحدهم أو نمسك بثيابه. باوكا كم أمش تمارين كانيتي. تمريني يكم اختاروا المعنى المناسب للكلمة الآتية. خان مان هي خان أم شوار معنايا يونته بزانا بكم خان بتش معناجيتو صحيح لي. أولا مستشفى صغير أعد للجرحى والمرضى من المسافرين. فندق صغير كان المسافرون ينزلون به ويتركون دوابهم لعناية الخدم. قصر كبير فخم أعد لاستقبال كبار الضيوف الوافدين. مزرعة قديمة كانت الحيوانات داجنة تربى فيها. خان بكم معناه تصحك لي. ثانيا اقرأ عنوان الكتاب الذي أخذ منه هذا النص ثم أتبين علاقته بمضمونه. واتتو أو عنوانك تياتو أو عنواني أو كتابة بخوانا روا كأم نصيلي ورقراو بزانا عنواني كتابك علاقيك هيبة ناوروكي أم موضوعه كباس ماكرو. أعلل إقامة السينما في خان بوشي أمان سينما لا خانة دانا وتمان خانة كشونكي مناسب يجنا بوبو سينما بلام أمان لو يدانا. رابعا أستخرج من الفقرة الأولى ما يدل على أن السينما في عفرين كان حقا بدائية بسيطة. الله بشي كما أو رنكرو ياخد أو دربينا كدلالة لواكا شانو لعفرين زور اشتكي سرتايو آسان بوا. خامسا أعلل قول الكاتب عن السينما متنقلة إنها كانت عجبة عجائب وثمان كي كم جار بساري قروق شانو شو بو عفرين يكيب ولا اشتساسور هنا كان بوشي. اختاروا الدلالة المناسبة لكلمة لعل الواردة في الجملة الأخيرة من النص. لعل شو دلالتك؟ الإثبات والإيجاب، النفي والجحود، الرجاء، التأكد والجزم. بكم معناه أنها تتوصحك لي.